إذا طلع لك هيدا الفيديو فأكيد مو صدفة، في رسالة لإلك من شخص حطيه براسك، لأنه هذا الشخص في فكرة عم تدور براسه ما بده يقول لك إياها. خلينا نسحب ورا ونشوف شو هي الفكرة اللي عم تدور براسه ومو حابب يخبرك عنها أو مو قدران يواجهك فيها. رح أسحب كرتين من هون، رح أسحب من هيدون كمان ورق القايم. خليني اسحب من هيدول كمان رسالة، شو النصيحة وشو السبب. أول ورقة طلعت معي هي ذا ستار. هاي الورقة عم تقلك إنه أنت عندك طاقة شفاء وطاقة تجدد، عم تخبرك بوضوح إنه أنت في نور عم يرجع لحياتك، وفي أمل ينفتح قدامك بعد تعب طويل كتير. أما الورقة الثانية اللي كوين أوف بنتيكلز، هاي الورقة عم تقلك إنه أنت عم ترجعي لقيمتك ولثباتك ولقوتك الأنثوية، وعم تركزي على حالك وعلى شغلك وعلى استقرارك، وكل شي عم يبعد عنك وكل شي عم يبعد عنك هلا عم يبعد لانه ما عاد عم يشبهك وما عاد من مستواكي ابدا. اما الرساله من ورقه من كروت الواي طلعت لك ما حطلها معكوسه عندكم because you are being tested. هاي الورقه شو بتقلك؟ عم تقلك انت هلا بامتحان روحي، والكون عم يشوف اذا رح ترجعي لشي قديم او رح تختاري شي جديد بيشبهك وبيشبه طاقتك الجديدة. فانت اختاري، يعني الكون بيعطيكي اشارات ورسائل انه يا بترجعي للطاقة القديمة يا بتكمليها على الطريق الجديد والطاقة الجديدة اللي بتناسبك وبتناسب روحك وبتشبهك تماما. اما اخر ورقة اللي طلعت معي من ورق الجاية، هاي الورقة عم تقلك انه انت محمية وانك ممسوكة بطاقة اعلى منك، وكل شي عم بيصير هلا عم يصير ليصير حظ عم يصير ليحطك على الطريق الصحيح. الخلاصة من كل هالبطاقات انه انت عم ترتفعي بطاقتك وعم تتوازني لشي احلى وبناسبك وبناسب طاقتك للفترة الجاي، فبتمنى انك تختاري الطريق اللي بيشبهك. اذا وصلتك هي الرسالة بتمنى تكتبي لي بالكومنت وصلت، نكمل طريق النور سوا.